عسلامة. اليوم باش نحكيو على موضوع دقيق برشا. ما يخفاش عليكم اللي الحرب هي في الحقيقة حروب، حرب نفسية، حرب على الطاقة، حرب على المواقع والمدن، حرب جوية، حرب بحرية، إلى آخره إلى آخره. اليوم باش نحكيو على الحرب في الفضاء الرقمي. تبعني مليح، مانيش نحكيو على الحرب بصفة عامة، نحكيو على العدوان على قطاع غزة اليوم في 2023 في الفضاء الرقمي، ومش في الانترنت الكل. باش نحكيو على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الريزو سوسيو. بعد أيامات من عملية طوفان الأقصى، التشكيات كثرت من المستعملين تاع مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا المنصات تعتم على الناس اللي تساند في القضية الفلسطينية وتنقصلهم في درجة انتشار الفيديوهات متاعهم ذو ريتش، رغم اللي المحتوى اللي نشروه ما يخالفش قواعد النشر اللي حطتها شركة ميتا. فما حتى مستعملين قاعدين يبدلوا من طريقتهم في نشر المحتويات باش يتحايلوا على الخوارزميات وباش توصل أصواتهم على اللي صاير في قطاع غزة. يا أخي صحيح حكاية بريك ذا الجوريثم، شنو صاير في العالم الرقمي بالضبط؟ في الاكسبلينر هذايا باش نحاولوا نفهموا كيفاش الشركات اللي خلقت لنا عالم موازي نعديو فيه جزء كبير من وقتنا كيفاش تحط لنا القواعد وكيفاش تنفذ القواعد هذه، خاصة في حالة من أصعب الحالات اللي يعيشها الجنس البشري، المجازر ضد المدنيين والأطفال. خلينا نحكيو على النهارات الأولى بعد عملية طوفان الأقصى. باللي بدأت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، شركة ميتا اللي تملك أنتراتور فيسبوك وإنستغرام وواتساب قالت اللي هي تعمل في مودراسيون للمحتويات المخالفة للقواعد متاعها، واللي في ال3 أيام الأولى بعد طوفان الأقصى شدت أكثر من 795 ألف منشور وفسختهم أو ماركاتهم على أساس أنهم مزعجين أو مقلقين disturbing. شركة ميتا تقول اللي المنشورات هذه على حد السواء باللغتين العربية والعبرية، هذا على مستوى الرسمي. لكن مع تصاعد نسق الحرب واشتداد العنف على قطاع غزة بدا يتشكل هاجس مشترك عند الناس في الريزو سوسيو. يخي علاش لي بوست متاعي ماش قاعدين يوصلوا للعباد؟ بالزهر كان انا في الحقيقة مش كان انت ومش بالزهر. اي عمر انجينيور نتاع انتليجنس ارتيفيسيال قالت لجريدة نيويورك تايمز نهار 16 اكتوبر هذا اللي هي ما عادش تنجم ترى لي بوبليكاسيون نتاع وسائل الاعلام الفلسطينية اللي متعودة تقرا لهم ومتعودة تتبع فيهم ومتعود الالغوريثم يخرجهم لها في التايم لاين نتاعها، على خاطر ميتا قاعده تبلوكي في الكونت نتاعهم. وكي نحكيو على ميتا ما نحكيوش على شخص مارك زوكربيرغ عنده بوطون كبير ينزل عليه ومن بعد لك يطيح لك الريتش نتاع الستوري نتاعك. نحكيو هنا على عمليه نتاع موديراسيون مختلطه تري كومبلكس إبريد تعملها ماكينات وبضعة مئات الموظفين اللي عندهم قواعد يلزمهم يحترموها. الماكينات هذه هي في الحقيقة خوارزميات عندها ذكاء اصطناعي ديما يتعلم قد ما تغذيه بالكتيبة، بالتصاور، بالوجوه، بالالوان، بالمعلومات، بالخرائط، باللي دوني بيرسونيل متاعك وغيرهم من المعلومات، قد ما يزيد يتعلم. وقت اللي انت تجي تعطيه قواعد باش يطبقها، المشكله هو انه صعيب باش تتوقع شنو هو فهمه للقواعد هذه. وكما يقول المقال هذا في فوربس واللي هي حاجه منطقيه برشا، انه الانحياز البشري ذا بايس سهل برشا باش يتسلل المخ الماكينات نتاع الذكاء الاصطناعي، وذاك علاش قراراتها باش تكون منحازه زاده، خاطر تعلمت من الناس اللي غذاوها انها تنحاز، انها تعتبر حماس منظمه ارهابيه، انها تعتبر مسانده فلسطين هي مسانده للارهاب، انه الكونتوني باللغه العربيه ينجم يكون مشبوه. Meta said on Friday it was taking steps to remove content that supported Hamas and spread Hamas-related disinformation. كان فما حقيقة مشكلة كبيرة متاع موديراسيون تاع كونتني، وصلت الأمور حتى لأنه دي هاشتاج كبار كما زين انستغرام صهيوني اللي كان مربوط بمنشورات تتعلق بالتعتيم على المحتوى المساند فلسطين اختفى ويكاند كامل، وكي تلوج عليه ما تلقاه يرجع حتى ريزولتا. ميتا بطبيعة دفعت على روحها وقالت اللي هي تراقب المحتويات الكل بغض النظر على معتقدات وأفكار أصحابها، واللي التنقيص في الريتش هو بوك تكنيك مس العباد الكل في كل أنحاء العالم. الله يبارك. اما شو عملنا في الموديراسيون الثقيله والبلوكاج نتاع الكونتوات؟ اذا كان صدقوا كلام ميتا معناها يعني حتى الكونتوني العبري المساند للاحتلال موديري ويهبط عليه المقص كما يهبط على المحتوى الفلسطيني، هذا اصعب سؤال في الحلقه. ما نجموش نقعدوا نتلاطخوا مع ميتا ونقعدوا معها كلمه بكلمه، نحن نقولوا لها انت تراقب في المحتوى الفلسطيني اكثر من المحتوى الاسرائيلي، وهي تقول لنا لا انا نعمل بالتساوي ما بين الناس الكل. ما نجموش نقعدوا هكا ولا نجم. عام 2021 بعد الكثير من الترقب والانتظار هبط التقرير هذا المتكون من 10 صفحات واللي هو خلاصة كونسلتاسيون عملتها Business for Social Responsibility لشركة ميتا. الموضوع هو قديش ميتا أعطت كار لحقوق الإنسان وقت اللي صارت الاشتباكات بعد أحداث حي الشيخ جراح في 2021 كانت تفكروا. ومن أبرز النقاط اللي تلقاهم في التقرير هذا هو أنه ميتا ما طبقتش القواعد نتاع الموديراسيون اللي هي حطتها بشكل متساوي على الناس الكل، واللي السنسرة اللي صارت وقتها انتهكت الحقوق الأساسية نتاع الفلسطينيين
الفلسطينيين، على خاطر المنشورات اللي باللغة العربية خضعت لتدقيق ورقابة مفرطة، الورك المنشورات اللي باللغة العبرية ما تمستش. حسب التقرير الأكاونتس متاع برشا أصوات فلسطينية فيها ناشطين، صحفيين، شهاد عيان وقت الأحداث توقفت والكونتوني متاعها تفسخ سيستماتيكمون، وفما اللي نقص الريتش متاعهم جوست من بعد ما هبطوا دي بوست مساندة لفلسطين. في نفس الوقت عشرات لي جروب دو ديسكوسيون اللي تدعو بشكل صريح الموت للعرب تكونوا على واتساب اللي هو تابع شركة ميتا على فكرة. الهدف متاعهم هو تكوين عصابات صهيونية تستهدف فلسطينيين في فلسطين وفي الخارج. ما نحكي لكمش على كمية الحقد العنصري ضد العرب وكمية العنف والدعوات الصريحة للقتل والتصفية العرقية الجماعية ضد الفلسطينيين، وهذا الكل كان مكتوب باللغة العبرية، لكن فيسبوك وانستغرام خلاهم وما تمش حضرهم. خلاص القول التمييز ضد العرب وضد الفلسطينيين وضد القضية الفلسطينية موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. ما نعرفش كان فما شكون ينجم يثبت وجوده في حالة العدوان الاخر على قطاع غزة، كيفاش نعرفوا اللي هو ماهوش مجرد خلل تقني كما قالت ميتا، ما نعرفش، لكن التقرير يثبت وجوده قبل، واللي بالطبيعة وقت اللي يصير عدوان كبير ومكثف كما اللي صاير توا الظلم الرقمي وقتها يزيد يظهر. في مواجهة التعتيم والسنسرة، المناصرين للقضية الفلسطينية في تونس وفي العالم ابتكروا طرق باش يتحايلوا نوعا ما على الخوارزميات باش ما يطلعهمش وما يطيحلهمش في الريتش. فما الحيل البسيطة متاع انك مثلا تكتب طوفان الأقصى، فما برشا حيل أخرى عملوها ناشطين كما أنهم يهبطوا فيديوهات عادية من حياتهم كما هما يطيبوا ولا يقيسوا في دبشهم ولا يفدلكوا في قهوة ولا أي حاجة تلف الجرة، ويكتبوا فوقها أخبار على قطاع غزة باش الالغوريتم يعتبرهم فيديوهات عادية من الحياة اليومية وما يحطهمش في الخانة متاع المحتويات المزعجة. وفما حتى الناس اللي تحط ايموجي متاع علم إسرائيل باش يطلعوا في الريتش ومن بعد يغطيوا أي تصويرة أخرى ويهبطوا أخبار على غزة فوق. من الواضح أنه المعركة معركة وعي وبرشا عباد فهموا الحكاية هذه، لكن ردوا بالكم تعتقدوا لي المعركة مربوح. بعد طوفان الأقصى المختصين والمهندسين متاع السلامة الرقمية الصهاينة قاعدين يلموا في بعضهم في مجموعات تفكير وعمل باش يضمنوا لي الأمور تمشي صحيحة عليهم. والأهم هو أنه وقت اللي سألنا خبير في السلامة الرقمية من أصدقاء قلم وسألناه على نجاعة حملة بريك ذا ألغوريثم، قلنا له شنو رأيك؟ قال لنا جميل، أما ردوا بالكم تستهينوا بقدرة الماكينات اللي تتعلم. الوسائل والحيل اللي استعملوا فيها المساندين للقضية الفلسطينية تعبر على كرياتيفيتي تعمل كيف، أما الماشين ليرنينج الماكينات اللي تتعلم في ساعة، ولقد ما تزيد تعطيها كونتوني جديد راي ايفونتويلمون باش تفهموا وباش تطلعوا. وإذا كان شركة ميتا تحب تسنسر ولا تضيق على معلومات راه مش صعب عليها الحكاية. شكرا على المشاهدة، نتقابلوا في الإكسبلينر الجاي، نستناوكم في التعليقات باش تعطيونا آراءكم.